تعرف المثل الشعبي اللي بيقول يا بخت من بكاني وبكى عليا ولا ضحكني وضحك الناس عليا؟ المثل ده حقيقي وبجد وكتير مر قدامي. المثل ده معبر جدا مع نوعية من العملاء اللي بتصدق اعلانات العقارات اللي على السوشيال ميديا. العميل بيجي يقول لي الاعلان قال كيت وكيت وكيت، اقول له مفيش كده خالص، ده كلام مش مظبوط. بيقول لي انت مش عارف المشروع ولسه ما وصلكش اخبار عنه. اقول له انا عارف وحافظه شغالين عليه، بس مش كده تماما. المعلومة بتتقال بطريقة غير الحقيقية. للأسف الإعلانات العقارية أصبحت بنسبة كبيرة بتبالغ في المميزات والمواصفات وبتعطي أحلام وهمية للمستثمرين، وما بتعطيش الصورة الكاملة عن المشروع. وبيكون كل شيء سهل في البداية بس لحد ما تمضي العقد، وبعد كده كل شيء بيظهر على السطح وكل العيوب بتظهر. عايزك تاخد الأمور بالعقل الواعي أكتر شوية، مش بالعقل اللاواعي، مش بالعاطفة تاخد القرار. مفيش مطور هيبيع العقار أقل من سعر السوق، ولا هيعطيك العقار ويقسط لك على 20 سنة. المطور عايز ياخد فلوسه عشان يشتغل، ولا حتى هيديك العقار بدون مقدم، ولا حتى هيديك عقد العقار من غير ما تدفع له المقدم. انت مش عيل من عياله عشان يديك مفاتيح البيت من غير ما تكون دفعت له دفعة الاستلام. عشان كده لازم تختار بروكر شاطر وأمين، مش من النوع اللي بيزوق الكلام وبيخفي عنك المعلومات المهمة والحاجات الصعبة اللي في المشروع عشان يسهل لك أمورك، وعن طريق إنه يخفي كل المعلومات اللي ممكن تخليك ترفض. لا، أنا بقول المعلومات الصعبة لعيوب قبل المميزات. اختار اللي هيكون معاك خلال رحلة البحث عن عقار قبل ما تختار المشروع نفسه والعقار نفسه. اختار البروكر اللي هيكون سند وظهر ليك، يساعدك في انك تبيع وتكسب وتعمل استثمار، عشان يقلل من المخاطر عليك ويزيد من فرص ربحيتك وما يضحكش الناس عليك. البروكر عنده تجارب كتير ومر عليه حالات كتير، اكيد هيقدر يعطيك النصيحة اللي تساعدك في شراء العقار ويعرفك الاسرار اللي نجحت مع اللي سبقوك. ما تترددش، لو محتاج اي استفسار ابعت لي على الواتساب او كلمني. اعمل لي لايك وفولو عشان تستقبل كل الفيديوهات الجديدة. مع السلامة.